السلام عليكم. انا حليمه، وجيت اليوم باش نشارك معكم الحكايه ديالي. جيت باش نقول لكم البنات، انا تعرضت لواحد الشمته اللي هي كبيره وكبيره بزاف. انا واحد السيده اللي كنت بنت عائله على قد الحال، ولكن عائلتنا كانوا فيها مشاكل كثيره، مشاكل ما بين الخوت. يعني وليت كنشوف باللي الزواج هو افضل حل بالنسبه ليا، نهرب من الصداع، نهرب من المشاكل وندير حياه جديده بوحدي. انا انسانه اللي ما مكملاش القرايه ديالي وما عنديش حتى شي صنعه في يدي. كنت جالسه غير في الدار، يعني ما كندير حتى شي حاجه، غير الشقا راكم عارفين. في هذيك الفتره غادي نتعرف على واحد السيد، انسان اللي كان كيحلم عليا وكيعيشني الاوهام، وكيقول لي على الحياه اللي غادي نعيش معاه، وبانني انا الا قبلت بالزواج به ما غاديش ندم وما عمرني غادي ندم. فقلت اشنو فيها، يعني هذاك الشيء اللي كنت كنقلب عليه، حتى انا باغيه الاستقرار، باغيه ندير داري، باغيه حتى انا تكون عندي اسره ديالي، نبعد من المشاكل والصداع اللي كيخسروا العمر. قررت انني نوافق عليه. جا خطبني من دارنا، وفي هذيك الفتره اللي كنا كنتعرفوا على بعضياتنا كان كيقول لي بلي هو عايش مع الوالد ديالو. وفاش كنت كنسولو على الام ديالو كان كيقول لي بلي هي مطلقه من الوالد مده طويله هذه، وعندها بنيه اللي هي كانت اختو، ولكن هو فضل يعيش مع باه، والبنت فضلت تعيش مع باه. هادشي اللي كنعرف. يعني انا عكوزتي راه ما كنعرف عليها حتى شي حاجه. كان كيقول لي بلي مشات لمدينه اللي هي بعيده وما بقاش التواصل بيناتهم بزاف، فين وفين الا كان شي عيد ولا شي حاجه كيتصلوا ويبارك ليها صافي. يعني علاقته حتى بختو راه ما بقاتش كاينه. حسيت باللي كيعيش نفس المشاكل اللي كنت كنعيشها انا مع العائله ديالي، وقلت مزيان هو مني قرر انه يعيش مع باه. باه الحمد لله عنده الدار فيها الفوق والتحت، وقال لي بلي حنا فاش غادي نتزوجوا غادي ندخلوا للدار الفوقانيه، بحكم ان الوالد كبر في العمر وغادي يفضل انه يبقى عايش لتحت حسن ليه. صافي البنات، جا لدارنا، جاب معاه الوالد ديالو. واش غادي نقول لكم، كنت كنشوف بانني يعني محظوظه. راجل كيبان انسان معقول وحبني. ما نعاودش لكم البنات شيخي اشنو كان كيدير على ودي، دايرني بحال الا بنته. يعني من نهار تعرفت عليه وهدرت معاه وتكلمت معاه كيقول لي شوفي انت يا بنت الناس، وكنتمنى انك تكوني بنتي ماشي مرت والدي. كان كيحماق عليا بمعنى الكلمه. دازت الخطوبه ديالي، بدينا كنوجدوا في ديك الدويره، قاديناها على قد الحال وعلى ذوقنا، وبدات الحياه الزوجيه. في هذيك الوقت البنات كنت كنشوف راسي اميره بيتي، بهذا المعنى. سيد مهلي فيا، شيخي حتى هو مهلي فيا، ما ناقصني حتى شي حاجه. مره كنت كنمشي زياره هكا لدارنا، كنمشي كنسول فيهم كنتسقسي عليهم، ولكن في واحد النهار كان جا معايا راجلي. وقعات واحد الخصومه في وسط الدار ديالنا. خويا وشي ناس من العائله بحال هكاش غادي نقول لكم بداو تخسر الهضره وهادي. راجلي فاش شاف داك الوضع قال لي عمرك ما بقيتي غتجي هنايا. قلت له شنو هاد الهضره كتقول؟ قال لي لا. صافي قال لي انا هاد الشيء راه ما كيعجبنيش، وانايا ما عنديش مع المشاكل وما عنديش مع الصداع، وعلى ود المشاكل الوالده ديالي ما بقيتش كنمشي عندها وما بقيتش كنزورها، كنكتفي فقط بالتليفون وكنسقسي عليها. جاتني في شكل ديك القضيه فاش قالها، وقلت لا صافي خليه يقول لي بغا، ربما هادشي غير دابا ومن بعد راه غادي يتغير الراي ديالو. ما بغيتش زعما نبقى ديك القضيه ديال شد ليا نقطع عليك. جيت لداري، استمرت الحياه ديالي، ودازت مده يا البنات. بديت كنشوف واحد التغيير كبير في العلاقه ديالنا. ما بقاش داك الشخص كيف ما عرفتو النهار الاول. شي حاجه فيه تبدلات، ولكن شنا هي؟ حتى لديك اللحظه ما كنتش عارفه شنا هي بالضبط. كنشوف باللي راجلي دائما مقلق، دائما شاد واحد القنت، ملاهي مع التليفون بزاف، ما بقاش كيعطيني الوقت اللي كان موالف، ما بقاش كيهتم، ما بقاش كيسول يعني شنو درتي، شنو خاصك، شنو بغيتي. هاد الهضره اللي انا كنت مولفاها فيه من البدايه. وتمر الايام، وفي هذيك الفتره راجلي غادي يقول لي سمعي يا بنت الناس، كاينه شي حاجه خاصني نقولها لك. قلت له شنو هي؟ قال لي الوالده راه رجعت كتواصل معايا، يعني مده هادي ما بقيتش انا وياها كنتواصلوا، ولكن راه فاش تواصلت معايا قالت لي هاك اختك. واختي فاش هضرت معايا قالت لي بلي الوالده راها تقريبا بحال الا ما بقى ليها والو في هاد الحياه. مرضات شي مرض اللي هو خايب وكتعاني بزاف،
وانا خاصني يعني نعطيها الفلوس، يعني خاصها الفلوس باش انها كتعالج لانها ما بقاتش قادره انها تصوفي راسها. وانا هادشي هو اللي مقلقني ومعصبني بزاف. قلت ليه ما فيها باس، واخا تحيد من المصروف وتعطي الوالده ديالك، يعني هذيك راها كتبقى ميمتك. وانا ما يمكنش ليا نقول لك لا ما تعطيهاش، انا ما بيني وبينها غير الخير والاحسان، يعني حتى المعرفه راني ما كنعرفهاش. ولكن بما انها مريضه راه هادشي يعني ما كيعنيش انك راه غادي تدور عليها ظهرك، بالعكس خاصك تعاونها ودير المستحيل باش تعالج. قال لي الوالد الا سمعني يعني بغيت نعاونها ولا كنتواصل معاها راه غادي يصومني، يقدر كاع يجري عليا من الدار. قلت له حتى دابا راه ما غادي نقولوا ليه حتى شي حاجه، داكشي اللي كاين راه غيبقى بيني وبينك. فعلا بدينا كنقصوا من المصروف، وشهريا كنصيفط ليها شي حاجه، يعني انا كنت تضغط لدرجه شي حويجات اللي كنت انا عندي غير ضايعين في الدار ما بقاوش عندي. يعني صافي ما بقيتش قادره انني نشري شي حويجات اللي زايده في الثمن اولا شي حاجه اللي انا تشهيتها. كنقول معليش مو مريضه وخاصو يعطيها كل شهر وهذا. صافي بقيت غاديه على هذيك القضيه، حتى لواحد النهار غادي يجي من الخدمه وغيقول لي راه الوالده ديالي توفات. اشنو كاين؟ قال لي كيف ما كتسمعي الوالده راه توفات. قلت له دابا شنو غادي دير؟ قال لي دابا انا راه ما نقدرش نمشي. قلت له ويلي وحتى الوفاه ديال ميمتك وما غاتمشيش ليها؟ ما يمكنش. قال لي وانا دابا راه خصني نديك معايا والوالد راه يعرفنا حنا مسافرين وكذا وتقدر توصل الهضره وهادي وهادي. انا ما قاد على صداع والوالد راه ما يعقلش عليا، وهو من النهار اللي طلقها راه قال لي خاصك تنساها، الا بغيتي تجي تعيشها معايا راه خاصك تنساها وديرها بحال اللي ما عمرها كانت. شفت حتى عييت البنات وقلت له سير، انا ما غاداش نمشي معاك وغنبقى في الدار حتى يسولني عمي ولا شي حاجه. غنقول ليه بلي راه خرجتي مع صحابك ولا شي حاجه بحال هكا، ولا سافرتي مع شي صاحبك على ود شي حاجه، والمهم لا ما شافكش في الدار انا غادي نقول ليه اي حاجه. مشى راجلي وجلس تقريبا واحد اليومين، من بعد اتصل بيا وقال لي بلي راه غادي نجي ولكن راه ما غاديش بوحدي. قلت له كيفاش؟ قال لي غادي نجي وغادي نجيب معايا اختي، لحقاش شفت الوضعيه اللي كانوا عايشين فيها راه ما كيفرحش. اختي مكرفسه بزاف وخلاص دابا منين توفات الوالده راه ما عندهاش علاش غادي تبقى بوحدها، وهما الدار غير كارينها وما عندهاش كيفاش تخلص. انا كيبان لي واقيلا غادي نجيبها. قلت له ولكن ما قلتيش لي واحد الحاجه. قال لي شنو هي؟ قلت له يا قلتي انت يا باك كيقول لك ما خاصكش تكون عندك علاقه لا بامك لا باختك صافي، يعني من نهار طلقها وكذا. قال لي يا غي اسمعي، انا غادي نجيبها وانت غادي تحاولي انك ديري شي طريقه باش انها تدخل الدار بلا ما يشوفها. وهي راه ما عندها فين غادي تمشي، راه لا ما خدامه ما كدير حتى شي حاجه، غتبقى جالسه معنا في الدار حتى نشوف شي حل. حتى الا قديت انني نمشي نكري ليها في شي بلاصه وديك الساعه انا غادي نخرجها من عندي، يعني انا حاليا راه ما عنديش كي ندير نخليها بوحدها. غير شوفي كيفاش ديري عافاك. ايوا صافي يا البنات على سعدي ووعدي. قال لي على الوقت اللي غادي يجيو فيه، وقررت انا نهبط عند شيخي وقلت ليه على واحد الاكله عزيزه عليه. قلت له شوف لا بغيتي يا عمي غادي نطيبها لك دابا. قال لي غادي ديري فيا خير. قلت له انت شنو غادي دير؟ قال لي انا غادي ندخل نعس. داكشي اللي كان لقيت هذيك هي الفرصه. قلت له شوف ربك دابا دخلي نعس، وانت عارف نعسو كيفاش داير، يعني نعسو ثقيل وما غيفيقو حتى شي واحد، غيفيق على خاطر خاطرو. وانا راني وعدته بانني غنصايب ليه واحد الاكله وكذا. قال لي صافي الله يكثر خيرك انا غادي نجيبها باش نطلعوا بلا ما يرد لينا البال. فعلا البنات جاو، وهذيك هي اول مره زعما غادي نتعرف على خط راجلي. طلعوا للدار، انا صافي جلست كنقاد في هذيك الاكله ونصايب فيها لشيخي. ايوا صافي حطيتها ليه تهليت فيه وطلعت بحالتي للدار. شويه وهو يعيط ليا شيخي كيعيط ليا غا من الدروج، حليمه حليمه. قلت له نعم عمي. قال لي واش راجلك جا ولا ما جا؟ مازال، انا راني كنت ناعس وما حسيتش براسي كاع. قلت له راه عمي جا وراه جالس في الدار. قال لي صافي ملي جا يستريح وداكشي قول له يدوز عندي رانا بغيت نهضر معاه. قلت له واخا عمي. وطلعت للدار وكانت هذيك هي اول مره غادي نتعرف على لوستي. سلمت عليها والسيده ملي جلست وهي كتبكي وقلت عادي راه امها هادي كتبكي عليها، وبقيت كنواسي فيها وجدت لها البيت ديالها قديت ليها فراشها. قلت لها ها انت يا اختي هنا فين غادي تبقاي معانا ومرحبا بك، ويعني الا ما هزتكش الارض نهزوك حنا فوق راسنا، وفين ما تحطت يد غادي نتحطوا 10. وعاود لي راجلي عليكم والمشاكل اللي واقعه وما تخافي والو حتى شي واحد ما غيعرفك هنايا. ايه واش غادي نقول لكم البنات،
باش سالات معايا. في الاول كنت هازه بها حيتاش كانت حازنه على امها، وكنقول باللي اي حاجه دارتها عادي، ولكن بديت كنلاحظ بانها بحال الا ولات باغا تستعملني بحال شي خادمه عندها في الدار. يعني اي حاجه طلبتها منها ولا كذا كتقول لي ديريها انت، مالك انت شنو كديري؟ ولا تا البنات جالسه دايره رجل فوق رجل وانا كنخدم عليها. كون غير كانت شي وحده اللي زعما بنيه صغيره اولا شي وحده يعني ما عندهاش شي يد ولا شي رجل ونقولوا ما قاداش، السيده صحيحه فصيحه تهزني انا وتلوحني في البحر، والسيده قال لك دايره رجل فوق رجل وما قاداها تدنيا. ولبقيت انايا اليوم غدا اليوم غدا صافي حتى صافي تقاد ليا الصبر، وليت كنشوف راسي بلي انا وليت خدامه عندها في الدار، ما بقيت كنخرج ما بقيت كندرس وجالسه مقابله هاد السيده هادي. هادشي راه بزاف، والكارثه يا البنات انها الكاس اللي شفتو فوق الطبله والله ما تهزولك. هادشي كلكم، وهادشي اللي غادي نعاود لكم كوم اخر. غادي تخيلوا معايا بعض المرات كنكون داخله للكوزينه كنشقى كندير شي حاجه اولا كنطيب اولا كنغسل الماعن، السيده كيف ما قلت لكم راه ما كتنوضش من بلاصتها بلا حشمه بلا حياه. الا خرجت هكا على غفله خاصتني شي حاجه ولا هادي، حتى كنلقاها يعني جالسه قريبه من راجلي بزاف، جالسه حداه ولا معنقاه ولا متكيه عليه ولا جالسه كتفرج هي وياه في شي حاجه هكا في التليفون، ولا هو جالس هكا حاط عليها يدو وجالس كيحك ليها في ظهرها. كنشوف دوك اللقطات كنقول لا عادي، لانهم هما ما عاشوش مع بعضياتهم بزاف. وكنقول فاش طلق يعني باهم امهم راه يعني صافي ما بقاتش داك التواصل وديك العلاقه بيناتهم، يمكن توحشوا بعضياتهم يمكن كذا يمكن. دائما كندير لهم الاعذار، ولكن البنات هادشي كله ما كانت منه حتى شي حاجه، والصدمه هي اللي غادي نتلقاها انا من بعد. دائما البنات فين ما كنسمع شي خي جاي في الدروج كنبدا نجري عندها وكنقولها دخلي للبيت وسدي عليك، راه باباك طالع للدار. وحتى هي كدير ديك الحركه كانه فعلا راه باها هو اللي جاي طالع وخايفه منه، كتدخل للبيت وكتسد عليها. بقيت يعني مده طويله وانا راده معاها البال. تخيلوا البنات لدرجة ما نخرج ما ندرج، علاش؟ حقا اختي دابا يطلع الوالد على غفله، دابا يجي دقو تحلي عليه، ودابا هادي دابا كذا. المهم انا جالسه في ديك الخلعه وسايقه بهم، وانا كيف ما قلت لكم راجلي كان مانعني انني نبقى نمشي لدارنا على ود دوك المشاكل اللي كانوا وقعوا قدامه. ودائما انا كنت كنتوحشهم وكنبغي نمشي ونبغي نزورهم وما باغياش المشاكل مع راجلي وما باغياش صداع. وكل مره يعني كتح ليا الفرصه انني نبغي نمشي كنقول ليه فلان راني توحشت دارنا باش نمشي، كنقول ليه يلا هديني، كيقول لي لا ما غاتمشيش هاد المره. شتي داك النهار شنو وقع؟ سمعتي ديك الهضره اللي اللي كنتي كتسمعي فيها؟ واش عجبك الحال وانتي كتسمعي في ديك الهضره؟ يعني البنات فين ما كنجبد له بانني باغيه نمشي لدارنا كيعكس ليا السيد. وفاش ولات عندنا ديك السيده في الدار ما نعاودش ليكم، كيف ما قلت لكم من قبل يعني كنشوف شي مناظر كتدخل الشك، كيفاش السيد كيجلس دائما قريب منها وكيفاش السيد ديما راديها البال. وإلا خرجت غير نتقدى نجيب شي حاجه بحال هكا ونرجع كنلقاهم جالسين مع بعضياتهم في البيت وسادين عليهم. فاش كندق عليه كيقول لي انا جاي، كنمشي انايا نقضي شغالاتي عاد هو كيخرج من البيت وكنقول ليه شنو مالكم سادين عليكم في البيت؟ كيقول لي لا راه غير اختي تفكرت امها وراه كانت كتبكي وانا كنت كنواسيها وكرد ليها عقلها، وكتقول لي باللي هي ما عاجبهاش الحياه بحال هكا وما قادراش انها تبقى مسدود عليها، واش غتبقى حياتها كامله هكا؟ يعني اي لحظه خاصني ضروري نواسيها فيها وهي دابا راه هازه الهم وانايا معاونها. صافي انا البنات ثقت بهذيك الهضره. وحتى لواحد النهار صبحت هي في الصباح قالت لي بغيت نقول لك شي هضره. قلت لها شنو؟ قالت لي سمعت باللي يعني خويا كيمنعك انك تمشي لداركم باش زعما تشوفيهم، واش انت ما كتوحشيهمش؟ قلت لها واش صاحبتي كاين شي واحد ما كيتوحش والديه؟ راني باغيه نمشي ولكن راه ما خلانيش وطرا واحد الموقف قدامه من تما ما بقاش كيبغي يخليني نمشي. قالت لي عرفتي شنو؟ انا راه صافي هضرت لك معاه، غير كوني هانيه غادي تمشي عندهم ان شاء الله غدا. قلت لها واش متاكده؟
وقبل قالت لي راني هدرت معاه وقلت ليه حشومه هادشي اللي كدير، راها انا الوالده ديالي توفات وكون صيب غير نهير واحد تكون مازال فيه حيه ونجمع معاها، ما يمكنش يحرمك من ميمتك وهي باقا بالحياه. واش غادي نقول لكم البنات؟ في الليل جا راجلي وقال لي سمعي وجدي راسك باش تمشي عند ميمتك، وهاد المره راني غنخليك تبقاي الوقت اللي بغيتي. قلت له كيفاش زعما؟ قال لي جلسي واحد اليومين ولا 3 ايام، يعني ما غاديش تمشي وترجعي. قلت له متاكد؟ قال لي متاكد. قلت له ولكن كيفاش حتى قررتي هذا القرار؟ قال لي انا بغيت. قلت له لا ماشي انت اللي بغيتي. قلت له حتى اختك هي اللي هضرات معاك، اما انا ما بغيتي كاع تسمع لي الهضره ديالي. قال لي دابا واش بغيتي تمشي ولا ما بغيتيش؟ انا راه هضرتي قلتها لك. قلت له صافي الله خليني غاديه نمشي. فعلا البنات وجدت حويجاتي ومشيت باش غادي نطلع على الوالده ديالي، وفرحات مسكينه مني شافتني وكان بقى فيها الحل حيت ما كنجيش وكنسول غير في التليفون. قالت لي علاش بنتي قطعتينا وعلاش ما كتجيش وهادي. عاودت ليها وقلت ليها بلي راه راجلي راه شنو كاين وشنو كاين وما بقاش كيبغي يخليني نجي ومنعني عليكم وداك الشيء. بقيت تسولي على الوالده ديالك غير في التليفون. المهم دوزت داك اليوم من عند ميمتي على اساس انني انا كنت متفقه معاه غنبقى 3 ايام البنات. دوزت يومين وهي تقول لي الوالده ديالي كيفاش زعما حتى راجلك ولا كيخليك انك تجي عندنا. عاودت لي هذاك الشيء بالتفاصيل، الحكايه ديال اختو كيفاش جات وعاشت معانا. وهي تقول لي يا ماما سمعي يا بنيتي، انا راني فايتك في التجربه، ويعني الانسان اللي كيكون فايتك بليله راه فايتك بحيله. هاد البلان هذا راه ما عجبنيش. باش عرفتي انتي هاد البنت اصلا راه اختو، وباش تأكدتي بأنها فعلا كانت عايشة مع امها ومن بعد ما توفات امها جات وعاشت معاك. قالت لي شوفي هادشي اللي كتقولي ليا راه تخربيق وانت تيقتيه. قلت لها كيفاش ماما تخربيق وانا تيقتها؟ كيفاش شنو بغيتي تقولي زعما؟ قالت لي سيري يا الهبيله، هذا ما يكون غير دبر على شي وحده وجا جلسها لك في الدار، علاش ما مخليش باها يشوفها؟ قلت لها لا راه قال لي بلي راه كاين شي مشاكل. قالت لي واخا يكون اللي يكون، راه قالت لي غادي يدخل بيناتهم في واحد الخيط ابيض وغيصالحهم، وديك الساعه الامور غترجع مزيانه وغيجلسوا على خاطرهم. واش هاد البنت هادي ما غتبغي تزوج، ما غتبغي دير دارها، ما غتبقى جالسه معاه النهار وما طال مخشيه في الدار ما تشوفش الزنقه؟ قالت لي هادشي راه غتخربيق. قالت لي شوفي يا بنيتي نوضي جميع حويجاتك وسيري لدارك وشوفي شنو واقع مور ظهرك، لان حتى هاد الموافقه ديال انه يخليك جالسه معايا في الدار يومين ولا 3 ايام، قالت لي حتى هي بعدا ما دخلاتش ليا لراسي. اذا هذا فراسو العجينه. صافي انا دخلت ليا ماما الشك، ونط هاديك الساعه جمعت الوقفه. ما قلت ليه حتى شي حاجه، ما عيطت ليه ما والو، هزيت حويجاتي ومشيت للدار. فاش مشيت البنات دخلت للدار كنلقى الدار خاويه والراجل داخل، يعني البنت النعاس. فقلت ليه شنو كنتي كدير؟ قال لي يا كنت غمتكي مالكي جيتي ومازال قلت لك غتجي حتى الغدا. قلت له صافي انا عييت وبغيت نجي لداري. ايوا قال لي صافي جلسي. قلت له فين هي فلانه على اختو؟ قال لي هي جايه هي جايه. واحد اللحظه حتى كتبان ليا البنات جايه خارجه من الحمام ولابسه شوميز دو نوي ديالي وجايه نيشان قاصده بيت النعاس، حتى كتفاجئ بالوجود ديالي. عرفتو ديك اللحظه تصدمت صدمه عمري. كيفاش زعما؟ خدت مع خوها وغتلبس داك اللبس هذاك وتدور بالحريه في وسط داري؟ ما يمكنش. اذا الهضره اللي قالت لي يا ماما يعني صحيحه. ديك الساعه جريتها من يديها وقلت لها اجي انتي بعدا فهميني شنو هو نوع العلاقه اللي بينك وبين راجلي. قالت لي يا خويا. قلت لها ما كاينه لا خوك ولا اختك، واش كاينه شي وحده كدور قدام خوها بهاد شوميز دو نوي؟ وفين كنتي غاديه قاصده ليا بيت النعاس؟ اشنو بينك وبين النعاس ديالي حتى تجلسي فيه؟ وهاد اللبس اللي لابسه ماشي ديالك. شكون اللي عطاك الحق انك تدخلي وتلبسي ليا الحوايج ديالي وتلبسي داكشي اللي بغيتي؟ بقات كتشوف فيا وكتشوف فيه، وهي تقول لي يمكن اختي نتيا اللي مكفيه عليك القفه، اولا كتبغي دير راسك بوهاليه، اولا كتبغي دير راسك انت ما عندكش العقل. قالت لي كون كانت وحده اخرى كانت غادي تعيق هذه شحال اولا من النهار الاول. قلت لها ما فهمتكش اشنو بغيتي تقصدي؟ قالت لي اللي غادي نقولوا لك انا يقولوا لك راجلك نيشان، حتى انا راه صافي عييت وكرهت هاد العيشه، بركه عليا. تلفت لراجلي قلت له قول اشنو اللي مخبي؟ قول لي اللي كاينه قولوا لي انا مستعده وباغا نسمع اي حاجه. قال لي ما كاينه ما نخبي عليك، هاد السيده راه ماشي اختي،
هاد السيده راها مراتي. قلت له ياك؟ وعلاش هاد الكذوب كامل على والو؟ علاش كتكذب؟ قال لي هاد الكذوب كامل اللي كنتي كتسمعي راه ماشي على ودك ولكن على ود الوالد. بمعنى قال لي لحقاش الوالد من نهار دخلتي لهاد الدار كان كيعتبرك بنته، وكان دائما كيوصيني عليك ودائما كيقول لي لا قلقتي هاد البنت عارف راسك من غدا غتخرج من هاد الدار وما نبقاش نشوفك مرتك هنايا. نهار تحاول اولا تفكر غير بمجرد تفكير انك تغدرها، حسبني انا ما بقيتش في هاد الحياه وغتخوي عليا من هنا وما نشوفك ما تشوفني، وحتى شي حاجه ما غتديها مني واخا نموت. ايوا داكشي علاش بنت الناس انا نهار تزوجت بيك دوزت معاك واحد المده ما اقتنعتش بك. انا واخا كنت معاك علاقه من قبل ولكن فكره الزواج وان تجمعنا دار وحده ما عرفتش، حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. حسيت بانك ماشي انسانه اللي بغى قلبي، ماشي الانسان اللي كنت ناوي انني نكمل معاها حياتي. تراجعت وما بقاش عاجبني الحال، وفكره انني نطلقك راكي عارفه الوالد اشنو شرط عليا. لذلك انايا تلاقيت بهاد السيده وتكونت بيناتنا واحد العلاقه، وقالت لي بلي خاصنا نتزوجوا، وقلت لها غادي نتزوجوا والشرط ديالي ان زواجنا غادي يكون في السر حتى نلقى شي طريقه. والطريقه اللي لقينا هي انها غادي تقول باللي الوالده ديالي توفات وغادي تجي تجلس معانا. قلت له ياك؟ يعني هادشي كامل غير كذوب؟ قال لي بطبيعه الحال غير كذوب. ودابا بنت الناس اللي عجبك الحال جلسي، ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير لك. وهاد الهضره اللي وقعات ما توصلش منها حاجه للوالد ديالي، ولا مشات حتى تسمعات ولو كلمه عارفه راسك راكي مطلقه. قلت له ياك دابا زعما درتي فيها واعر وغادي تطلقني؟ وراك طلقتيني نهار اللي تعرفتي على وحده ومخليني ومدخلها عليا للدار على اساس انها اختك وانا كنشقى عليها بحال شي بوها ليا. ايوا تعالى ولد الناس نوجد لك دابا. هبطت كنجري لعند شيخي عاودت له كل شي بالتفاصيل. تخيلوا البنات طلع هذيك الساعه وبدا كيرمي ليه حوايجو من الشرجم هو وياها وكيقول ليه زيدوا عطيوني اتساع، وقال له انا حالف بحلوفي الا قال ليه شي حاجه من ريحتك ما غتبقى عندي هنا في الدار واخا نعرف انني نتبرع بهم غير لدار الايتام. وانت ما غاتش حتى شي حاجه حتىش ما سمعتيش كلامي ودرتي لي في نظرك ومدخل عليا وحده غريبه لداري وشحال وهي جالسه وانا ما فراسي ما يتعاود. وهذا الشيء كامل علاش؟ حيت انت باغي تعيش حياتك مع موسخه ومع وحده اخرى. ايوا قال ليه سير خرج للزنقه ما عمرك الدور بهاد الدار ولا تطوف بها. بقى كيشوف فيا شيخي وكيتاسف بزاف في الوضع اللي انا وصلت ليه، وقال لي يا بنيتي في نظري انا انت كتستاهلي واحد حسن منه، لانك انت بنت الناس وبنت مزيانه وفي الوقت اللي كنتي صابره معاه على الحلوه والمره، ولكن هو ما كيستاهلش. ولدي سلعه ناقصه بحالو بحال امه. صافي البنات هزيت راسي ومشيت لدارنا، واخا دوك المشاكل واخا داك الشيء وليت كنقول يا ريت وبقيت غير في دارنا ولا هاد الحاله هاد. عمركم البنات ما ديروا ديك الفكره في راسكم انك غادي تهربي من واحد الواقع اللي كتعيشيه مع عائلتك، الواقع غادي تعيشيه مع الزوج ديالك وتقولي باللي غادي نعيش مع فلان افضل، لان في الاخير هادوك كيبقاو عائلتك وكيبقى بيناتكم الدم ويعني بزاف ديال الامور. اما واحد الشخص اللي غادي تزوجي به انتي يعني انتي راه ما عارفاش الكاركتر ديالو كيفاش داير اولا الاصل ديالو كيفاش داير وتربيته كيفاش دايره. ممكن انك تلقاي راسك دخلتي في واحد الواقع امر من هذاك الشيء اللي كنتي عايشاه. انا طلقت منه البنات وبطبيعه الحال هو خرج للزنقه بلا حتى شي حاجه. خدمته كانت على قد الحال يعني غير الخدمه ديالو باش انه غادي يكري بها على ديك السيده اولا يعيشها ولا صعيب عليه الحال. وما نظنش انها غادي تكمل معاه. انا ديك الساعه ما بقاش كيهمني ووليت كنشوف راسي مشيت لدارنا ووليت كنقول للوالده ديالي انني خاصني نخرج نخدم، واخا ما عنديش شي دبلوم اللي هو يعني غادي نعول عليه ولا شي صنعه، ولكن معليش الخدمه راها كاينه سواء عندك دبلوم او لا ما عندكش. الا كنتي بغيتي تكوني حياتك ولا بغيتي تحيي حياتك من جديد راه كاينين بزاف ديال السبل، يعني بزاف ديال الامور كاينين، خاص غير تكون عندك الرغبه وتكون عندك الاراده. فعلا خرجت قلبت على راسي وليت كنخدم هنا ولهيه، وعرفتوا يا البنات حاليا عايشه احسن عيشه واحسن حياه، بدون راجل بدون مسؤوليه بدون مشاكل بدون شخص اللي غادي يتحكم ليا في الطالعه وفي النازله.
انا ما كنشجعكمش تبقاو بلا رجاله او لا تبقاو بلا زواج او لا، بالعكس، ولكن كنقول لكم الا كنتو مع الشخص الصح غادي نقول لكم الله يسهل عليكم، الله يكمل عليكم. ولكن لا كنتو مع الشخص الغلط فكنظن ان كل نهار كدوزيه كيمر من حياتك وغاديه بك الرحله. وهذه هي حكايتي. وكنتمنى القصة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا منها العبرة والاستفادة. وما تنساونيش كيف العادة من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وما تنساوش الصلاة على الرسول دائما عليه أفضل الصلاة والسلام. خليتكم على خير.